اختلفنا في حته انا والكابتن ضياء. ممكن طبعا يكون الكابتن ضياء كالمعتاد هو الصح. قبل لقاء زيمبابوي الاخير في اسكندريه كنت بتتمرن وبالليل قبل ما تنام كان عندك احساس انك هتلعب اساسي؟ والله يعني مش قوي، يعني مثلا واحد مش نسبه كبيره اللي انا هلعب ونسبه صغيره اللي انا هقعد، بس الكابتن ده على طول يعني على طول بيتكلم معانا، بيدينا الاحساس اللي احنا في اي وقت هنلعب، اللي احنا ممكن نلعب في اي وقت، ممكن نبدا ممكن ننزل، فالاحساس ده موجود. فالواحد بيبقى مركز لو هيلعب بقى تركيز اللي هو هيبدا، مركز لو نزل ماتش اللي هو يعمل اللي يغير نتيجه الماتش. يعني الواحد بيبقى مركز لو يكون موجود في الماتش، مش مطلع نفسه الماتش خالص يعني. محمد طمني عليك، يعني سمعت ان انت كان عندك الفتره اللي فاتت اصابه اعتقد في ظهرك وكنت بتشارك على فترات مع نادي الزمالك، هل خلاص يعني الحمد لله دلوقتي سليم بنسبه 100%؟ الحمد لله بقيت سليم بنسبه 100%، وان شاء الله هنبدا مع الفريق بكره ان شاء الله التدريب بتاعتنا، وان شاء الله نستعد كويس للمباراه الجايه ان شاء الله اللي نعمل فيها نتيجه ايجابيه هناك ان شاء الله، ونعدي بالدور ده لدور المجموعات باذن الله. يعني سمعت لك تصريح امبارح قلت ان انت عايز كل لعيبه الزمالك تبقى موجوده في نفس التوقيت، سامع ان انت عندك برضو عقود احتراف ما بتجيبش سيرتها ما بتتكلمش عنها، شايف انك مركز دلوقتي مع نادي الزمالك، هل في عقود احتراف فعلا؟ هل انت مأجل الموضوع ده دلوقتي؟ والله يا كابتن حتى لو في عقود احتراف انا مش هتكلم فيها، انا موجود مع النادي والنادي هو اللي لسه قدامي في سنتين في عقدي مع النادي، وعندنا ماتشات مهمه في النادي لازم نركز فيها، لازم نعمل حاجه كويسه للنادي، لازم اللي احنا نفضل ماشيين زي ما احنا بمكسب بيجيب مكسب بيجيب مكسب، عشان احنا لو ركزنا في حاجه زي ديت كل واحد هيركز في حاجه في الموضوع بتاعه والاحتراف او اللي يركز في تجديد والكلام ده، فده اكيد هيبعدنا عن مستوانا، كده هيخلي شكل الفريق مش كويس، فاحنا مركزين في الفريق يكون كويس. وانا عندي وكيل الاعمال بتاعي كابتن نادر هو شغال لي، كان في حاجه هيتناقش فيها مع النادي لو وافق مفيش مشكله، النادي ما وافقش تحت امر النادي ومكمل مع النادي. هل بتحلم بالوصول لكاس العالم مع كابتن ضياء؟ حاسس انك ممكن تلعب في كاس العالم في تشكيله اساسيه، هل ده حلم بتسعى له؟ اكيد طبعا يا كابتن، اكيد طبعا حلم زي اي حد في مصر بيحلم اللي هو يكون موجود في كاس العالم، وده حق مصالحنا اللي احنا نحلم واللي احنا نحقق ده واللي احنا نكون موجودين في كاس العالم في كولومبيا، وان شاء الله مع الجهاز ده ان شاء الله نقدر نحقق الجهات ونكون موجودين في كاس العالم الجاي باذن الله. هتبقى انت يعني من الناس اللي راحت كاس العالم صغير ورايح كاس العالم كبير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كابتن، وهيكون مع كابتن ضياء برضه ان شاء الله باذن الله. محمد بكره التمرين كام؟ اتغير ولا لسه زي ما هو؟ لا لسه زي ما هو كابتن. طيب يا سيدي تمام، نشوفك بكره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. اتمنى لك التوفيق يا محمد، ويعني يا رب تفضل كلامك بالشكل ده، يعني سنك صغير بس